كلنا ملهمين بعالم افلام السوبر هيروز اللي بتقدم التكنولوجيا بتتقدم معاها الجرافيكس اللي بنقدم متعتنا بشكل كبير بالمشاهد البصرية المميزة، وده خلانا نتجه من الكوميك بوكس لعالم الافلام والمسلسلات. بس برضه الكوميك بوكس ليها رونقها الخاص اللي مش هينتهي ابدا، وطبعا بتنوع الشركات المنتجه لافلام السوبر هيروز زي مارفل ودي سي واكس مان. مؤخرا اتواجد سوبر هيروز في مسلسل شهير جدا اسمه ذا بويز، اللي قدر يطلع لنا سوبر هيروز بفكر وعقليه مختلفه عن السوبر هيروز اللي متعودين عليه. والفتره الجايه هعمل لكم سلسله مقارنه بين السوبر هيروز من حيث القوه ونقاط الضعف، واخيرا لو الاتنين اتواجهوا مين فيهم اللي هينتصر على التاني. والنهارده هنبتدي السلسله دي باتنين سوبر هيروز غنيين عن التعريف، وهما سوبرمان وهوملاندر. سوبرمان ظهر لأول مرة في الكوميكس في العدد الأول من أكشن كوميكس سنة 1938. من وقتها بقى واحد من أشهر الأبطال الخارقين في العالم، وبيعتبر رمز للعدالة والقوة والنزاهة. أما هوملاندر ظهر لأول مرة في سلسلة الكوميكس ذا بويز اللي ابتدت سنة 2006، وعلى الرغم من انه بيلعب دور البطل في العلن الا انه شخصيته الحقيقية بتبين الجانب المظلم والخطير اللي فيه. سوبرمان اسمه الحقيقي كال إل، ونشأ على كوكب كريبتون، وتم ارساله للارض وهو طفل، وتربى في عيلة كانت على مبادئ الأخلاق والعدالة. سوبرمان يعتبر رمز للأمل والعدالة، وبيستخدم قوته لحماية البشرية. أما هوملاندر هو شخصية من سلسلة الكوميكس ذا بويز، وتربى في معمل كجزء من تجربة علمية، رغم إنه بيظهر للعامة كبطل إلا إن دوافعه وأنشطته بتثير الشكوك، وغالبا بيكون قاسي وأناني وعديم الرحمة. سوبرمان بيقدر يطير بسرعة كبيرة جدا ويوصل لأي مكان على الأرض في وقت قصير. أما هوملاندر بيقدر يطير بسرعة كبيرة لكن مش بنفس سرعة سوبرمان. سوبرمان قوته الجسدية بيقدر يشير أو يدمر أي حاجة مهما كانت ضخمة أو متينة. هوملاندر قوته الجسدية كبيرة جدا وبيقدر يشير أو يدمر حاجات ضخمة. سوبرمان بيقدر يتحرك بسرعة الضوء تقريبا، وده بيخليه يتجنب الرصاص أو أي هجوم عليه. أما هوملاندر مش سريع لدرجة إننا نقدر نقول إنه بيمتلك سرعة خارقة. سوبرمان بيقدر يشوف من خلال الحوائط والأشياء الصلبة، أما هوملاندر عنده الإمكانية دي، وده بدليل لما هوملاندر شاف بوتشر وعرف إن فيه ورم في دماغه. بس في المسلسل الحقيقة متجاهلين القدرة دي بشكل كبير، وده لما كان في مشهد في المسلسل كان هيوي موجود في فتحة التهوية وبيتجسس على هوملاندر. بالرغم كده هوملاندر ما شافهوش. سوبرمان بيطلع شعاع ليزر من عينه بيقدر يحرق أو يدمر أي حاجة يوجه نظره عليها. أما هوملاندر عنده نفس القدرة. سوبرمان بيقدر ينفخ ويخرج هواء بارد جدا ممكن يجمد أي حاجة، أما هوملاندر ما عندوش القدرة دي. سوبرمان عنده حواس قوية وأقوى كتير من الإنسان العادي، وبيقدر يسمع ويشوف لمسافات بعيدة جدا. أما هوملاندر عنده نفس القدرة بس مش بنفس قدرة سوبرمان. سوبرمان جسمه بيشفي بسرعة كبيرة جدا من أي إصابة. هوملاندر جسمه بيشفي بسرعة من أي إصابة بس مش بنفس إمكانية سوبرمان. سوبرمان بيتمتع بميثاق أخلاقي قوي وملتزم بحماية الأبرياء والعدالة، وبيتميز بشخصية لطيفة ومتعاطفة مع الكل. أما هوملاندر على العكس، هوملاندر بيظهر جانب مظلم في شخصيته، وبيقدر يعمل أفعال قاسية جدا علشان يحقق مصالحه الشخصية أو يحافظ على صورته كبطل قدام الناس. لو سوبرمان وهوملاندر اتواجهوا مين اللي هينتصر؟ باختصار سوبرمان بيعتبر رمز للبطل المثالي ذو القيم والأخلاق العالية، وهوملاندر بيمثل صورة البطل اللي ممكن يتحول لشرير. وفي حالة وجود معركة بينهم القوة وحدها مش هي اللي هتحدد الفايز، لكن الشخصية والأخلاق ممكن يكونوا هما الفارق. فلذلك برشح بفوز سوبرمان في المعركة دي. وفي النهاية سوبرمان وهوملاندر هما اتنين من أقوى الأبطال الخارقين، وكل واحد فيهم عنده مميزاته وعيوبه. شاركونا في التعليقات برأيكم مين من وجهة نظرك اللي ممكن ينتصر في المعركة دي، وحابين يكون مين من السوبر هيروز موجودين في المقارنة الفيديو الجاي. المهم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.